أنا دكتور حسين سرحان، أخصائي الأطفال وحديث الولادة. طبعا كلنا عارفين إن التسنين من أصعب المراحل بيمر بيها الطفل من عمر 3 شهور لسنة. إزاي تعرفي إن طفلك بيسنن؟ وهتلاحظي إن طفلك بيعيط من غير سبب وبيحط إيده في بقه مع سيلان اللعاب من البق، ومع الأعراض دي هنلاقي إن نومه بيقل وبيبقى فيه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. بس أهم حاجة إن إحنا نقيس الحرارة بالترمومتر. لو الحرارة أعلى من 38 يفضل إن إحنا نروح لدكتور أطفال عشان نستبعد الأسباب الأخرى لارتفاع درجة الحرارة. هقولك إزاي تعدي بطفلك من المرحلة دي. نشغله بالألعاب والعضادات، بس أهم حاجة العضادات دي تكون نظيفة. تاني حاجة إن إحنا نقلل تورم اللثة عن طريق إن إحنا بنستخدم أي حاجة ساقعة، بس أهم حاجة تكون نظيفة معقمة مع استخدام جل مسكن موضعي. وخلي بالك إن في مرحلة التسنين ممكن يحصل التهاب في منطقة الحفاض. المهم تحافظي على نظافة المكان ده واستخدام كريم مرطب يكون آمن على بشرة الطفل، زي كريمات المخصصة لمنطقة الحفاض من سانوسان، زي بنسلول كريم للاستخدام اليومي ونابي كريم لالتهابات الحفاض. لو عندك أي استفسارات اكتبيها في الكومنتس وأنا هرد عليكي.